لم يكتفي أعداؤها بقتلها وحرمان طفلها الصغير منها، بالإضافة إلى نشرهم صور جثمانها وهي عارية بمنصات التواصل الاجتماعي، بل عمدوا أيضا إلى تدنيس قبرها محاولين تخريبه. المغدورة غفران سوادي الملقبة بأم فهد مجددا حديث العراقيين، فبتصرف لا أخلاقي لا إنساني ثمة من قام بكتابة اسم أحد كبار الضباط وهو اللواء الدكتور فلان الفلاني، كتبه بالحبر الأسود على قبر أم فهد في مزاعم منهم إلى أنه أحد المتورطين بما حدث معها، ليهرع عدد من الزائرين في المقبرة محاولين إزالة اسمه وتنظيف قبرها بالماء والتراب وإعادته كما كان من قبل. والله شايف يلا طاير يلا بقيت ساعد معي 3